البنت سحبت نفسها ونزلت على السن ونزلت تحت تلعب زي ما بتلعب كل يوم. فهي راحت بتلعب قدام الباب بتاعها، ندهت عليه، قالت لها يا ريماس، قالت لها نعم، قالت لها ايه، قالت لها هاتيلي الجرد، ناوليني الجرد. راحت البنت ناولتها الجردة لبيه، دخلت ما طلعتش. انا طلعت بره مرتين وكلنا طلعنا وعمها طلع وكلنا طلعنا، مفيش حد ما بلهاش خبر. ابوها دور عليها قبل ما يمشي يروح المشوار بتاعه، وعلى ما ابوها جه اتصل عليا وهو في السنطة بيقضي مشواره وقال لي يما شوف البيت، البت جت عندك؟ قلت له لا يا حبيبي ما جاتش. فطريق كانت جوه وهو بيسأل كده، كانت هي لسه خدتها. مانيش قادرة مش قادرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات ومنها قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال سبحانه وتعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. صدق الله العظيم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي كايرو لايف قناة القاهرة 24، في واقعة مأساوية تندى لها الإنسانية تشهدها عزبة حسام الخطيب هنا التابعة لدائرة مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، عندما أقدمت جارة على التخلص من صغيرة لم تتجاوز ال3 سنوات، ثلاثية لم تدر ما الليل والصرى ولم تنحصر عن صفحتيها الستائر، عقيلة أطراب توالين حولها كما دار بالبدر النجوم الزواهر. أعزائي المشاهدين، في هذه الواقعة المأساوية التي حدثت هنا في عزبة حسام الخطيب دائرة مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، حينما أقدمت هذه السيدة المتهمة بقتل وخنق وتعذيب طفلة صغيرة ولا حول ولا قوة إلا بالله تدعى ريماس. ريماس لا ذنب لها، أنها بريئة، طفلة صغيرة بريئة. معانا ومعاكم أسرتها اللي بتروي تفاصيل هذه الواقعة المأساوية. معانا جدتها في أول ظهور عبر موقع وتلفزيون القاهرة 24، وإنا لله وإنا إليه راجعون. جمهور ومتابعي القاهرة 24 بينقلوا لحضرتك خالص التعازي يا فندم. ربنا يخليك، ربنا يخليك. هي بالفعل من عصافير الجنة. أنا عايزة حقها بس ما عملتش حاجة، ما عملتش حاجة، ما عملتش ذنب. إن كانت عملت لها حاجة تقول عليها، ما عملتش حاجة، ما عملتش حاجة، ما عملت لهاش أي حاجة. واخدتها صايمة، واخدتها صايمة، ما كانتش لقمة، ما شربتش بق مية، ما خدتش بق مية شربته. عايزين نعرف من حضرتك، يعني في أول ظهور عبر موقع وتلفزيون القاهرة 24، عايزين نعرف منك إيه تفاصيل الواقعة، وهل كان في خلافات سابقة بين حضراتكم وبين الست وهي جارتكم؟ والله لما تعرفوا يا بيه ما تستغربوا للدنيا. كيسان مكرونة كيلو، كيس نص كيلو، كانوا في السوق مع بعضهم. الست المتهمة أم ريماس والمتهمة كانوا مع بعض؟ والمتهمة دي كانوا مع بعض في السوق وبيجوا مع بعضهم. خدت منها كيسين المكرونة حطتهم في شنطتها هي. فبنتنا بتدور على حاجتها ما لقتهاش، فبتسأل وتدور. الستات اللي قاعدين بيبيعوا قالوا لها في الست دي لابسه خمار دي خدت المكرونه من شنطتها. ابننا اللي اسمه رأفت اللي انا وريته لحضرتك ده سواق التوك توك. سواق التوك توك تمام. قال لها لا ده بتوح. الست بتقول بتوح وقام جايبهم من شنطتي اداهم يعني ام ريماس خدت كيس مكرونه او كيسين مكرونه من شنطه الست لا هي اللي ديكها اللي خدت. الست الثانيه اللي خدت. الست الثانيه دي اللي خدت المكرونه. فبنتنا بتقول لها ايه ده مكرونتي. قام الواد منومه له قال لها خديها عشان الست دي قالت انك انت اللي واخداه. راحت ماسكه مين؟ رشا ام البيت مرغتها في قلب السوق وضربتها، لان بنتنا تعبانه عندها سكر وعندها ضغط وميل. اللي هي مامة ريماس. اللي هي مامة ريماس والله. تمام. اترمت في قلب الارض وجابها الولد وجاب التوك توك. ما رضيتش تقول لجوزها على اي حاجه عشان ما توقعوش في اي مشاكل. بنخاف عليه توقعوا في اي مشكله. هو صاحب عيال مكسور ظهره من الشغله دي للغد دي ما بيقعدش عشان ياكل عيال. اخر مره شفت ريماس امتى؟ كانت قبلها بيوم. ما دخلتش عليا بقى الصبح، كانت معايا على السرير وتقول بحبك يا ستي وتديني العلاج وجابت لي ازازه المي وانا قاعده على السرير وعملت لها سندوتش طعميه وانا قاعده وهي قاعده جنبي بتقول لي بحبك يا ستي قوي. وريني عمر واحمد ولاد عمي، وريني عمر واحمد يا ستي. طلعت لها التليفون وقلت لها امي عن ستي تتفرج على
وتبص ومن ساعتها ما شفتهاش. راحت الفرح بالليل، بقت مهددة الفرح في العزبة عندنا هنا. بقت تجري وتلعب وتحضن في بابا وتبص وتقول له بحبك برضه. قلب اسأل الناس اللي بره كمان عليا وكانوا حاضرين الفرح. ما عملناش حاجة فيها غير كده والله. سبب ما ينصغرش انها طفلة زي دي. قلبي تنكتب كده، تنكتب بالطريقة دي يا بيه، تنكتب. شفت ريماس بعد جريمة القتل البشعة اللي حصلت؟ لا ما شفتهاش. انا كمان من مكاني هنا بشكر طبعا الساده ضباط مباحث مركز ربنا يفديهم الصنطة. استاذ احمد ربنا يبارك كل فيه يا الشكر رب. للاجهزه الامنيه في مديريه امن الغربيه كلهم ما ناموش 3 ايام ما ناموش. الحقيقه كمان احمد بيه خلاف يعني رئيس مباحث الصنطة ما عمل مجهود بقى يبكي العقيد محمد بقى يبكي زي رئيس الفرع الجنائي زفته والصنطة والله بقى يبكي زي وقعه بالفعل توجع القلب. وكيل النيابه ذات نفسه بقى يبكي، بياخد الكلام من ابنه ويبكي. وكيل النيابه بقى يبكي على مكتبه. ده حرام مين عمل فيها كده؟ لا حول ولا ما عملتش حاجه. لا حول ولا قوه والله يا بيه ما عملت حاجه. عايزين نعرف من حضرتك يعني اللحظات الأخيرة في حياة ريماس، خاصة يعني بعد ما نزلت والست طبعا يعني قلت لي إنها وجهت لكم تهديد مباشر وقالت لكم لأمها. قالت لها إيه؟ لأمها قالت لها لازم أحرق قلبك على عز ما عندك. والله ما أنا سايباك، لازم أحرق قلبك على عز ما عندك. الكلام ده حصل إمتى؟ قبل الواقعة بقد إيه؟ قبلها يعني فات سوقين 2 وسوق قلب امها خافت وما رضتش تروح السوق ده، راحت سوق في بلكين جنبنا هنا سوق 4 وما رضتش تروح سوق الجمعه عشان خافت مني. تجنبت شرها. تجنبت شر هي وحاولت تكلمها، قالت لها انا ليكي دعوه سوق بيا ولا دعوه بيا عشان جوزها قال لي مالكيش دعوه بيا. منتهى البشاعه في الواقعه طبعا اللي هزت جنبات محافظه الغربيه عندما اقدمت سيده على يعني قتل صغيرة. ما اسمها السيدة، اسمها سفاح. سموها السيدة. تجردت من كل المعاني الإنسانية. سموها السفاحة، سموها تمساح، سموها وحش، سموها أي حاجة لغير إن دي السيدة. دي مش السيدة. لا حول ولا قوة إلا بالله. دي مش السيدة يا بيه. دي مش السيدة. شفنا كلنا الفيديو المتداول. أنا عارف لو بصت في وش ريماس، لو فتحت بعينها كده وبصت في وش ريماس الحلوة دي متهيألي ما كانتش عملت فيها كده. قلبها ما دقش لما بتخنق فيها كده وترفض وتبدل وابنها يمسك رجلها. ابنها يقوم يمسك رجلها تقول له امسك يا ولا، وهي بتخنق فيه وعماله تبدل عشان ما تطلعش صوت يا بيه، عشان ما تطلعش صوت. ريماس اختفت من يوم الواقعة الصبح لحد امتى؟ من اول 9:30 و5 ما ظهرتش. ريماس بتنزل كعادتها تلعب في الشارع، بتلعب عادي. ولادنا كلهم تمام، ولادنا كلهم بينزلوا يلعبوا في الشارع هنا، وانا لاي حد. احنا عزبه كلها بيت واحد كده. ايوه العزبه دي ما نامتش ال3 ايام الا من البيت تظهر. نزلت ريماس كلهم في قلب الميه عشان تلعب الصبح. نزلت الصبح تلعب. نزلت تلعب الصبح. قلت لي قبل اللايف كمان ان الست المتهمه كانت بتبحث معاكم عن ريماس. جت وقفت والله في وسط الحريم وانا قاعده بقول ليه يا بنتي انت ما شفتيش ريماس وانت قاعده بتقطعي، كنت بتقطعي عيش الصبح وانا شايفاك وانا رايحه بره. قالت لي والله العظيم يا خالي ما شفتيه، والله ما شفتيه. انا لسه جاي المتهم من عند اهلي دلوقتي والاكل في ايدي سخنه اهو، مسكت لي المفتاح كده والاكل في ايدها كده وتقول لي انا لسه جايه حالا اهو ما شفتش حاجه يا مرات خالي والله. يعني روحوا دوروا عليها في الترعه. قتلت القتيل ومشيت في جنازته. لا حول ولا قوه. هي وابنها. يا عم كريم نروح فين؟ يا عم كريم عايزنا نروح فين وانا اروح وياك؟ يا عم كريم مش عارف ايه، على عمها تحت معانا. اختفت بالفعل ريماس والعزبه واجوارها بتدور عليها. حررتوا محضر بالواقعه والاجراءات طبعا تمت في مواعيدها المظبوطه. عايزين نعرف بقى من حضرتك، قلت لي ان هي كسرت رقبتها او انها يعني اتعاملت معاها. رقبه كده يا بيه. طبعا رقبه كده طفله 3 سنين وضعيفه عصفوره وعندها لوز وعندها لحميه يعني ان عملتها كده اهو خلاص خلصت. بدلت 3 بدلتين وراح. بعد كده يعني تخلصت من جثمان ريماس، حطيتها في شكاره وفي كيس بتاع الزباله
ورجعت حطيتها في كرتونه، ورجعت حطيتها في شكاره، وقعدت حواليها هدوم وشالتها ومشي. الجيران اللي في الشارع بيقول لي انا كنت معاك عيش او معاك هدوم قديمه حطها لنا عند الفرن اللي بيخبز بره على الترعه دي ينوبك صوابي انا. قالت لهم ولاد اختي اولى بيه، عشان طلعت متصوره وهي برضه من هنا. شفنا الفيديو كلنا، كاميرا جايباها وهي طبعا توجع القلب الحقيقه، يعني منظر بشع لسيده يعني اقل ما يقال عنها انها بالفعل بنزف يا بنزف، كبدي بينزف من جوه، وانا مريضة قلب وسكر وضغط، وربنا اللي عالم بيا انا بنزف عشان بنت ابني. عايزه حق ايه؟ كنت متعلقه بريماس قوي يا بيه، قوي روح حته من قلب ستي. لا حول ولا قوه، حته من قلب، لا حول ولا قوه، حته من قلبه واتاخدت والله، حته من قلب. ساعة ما اروح عند مرات عمها، انا من بلد تاني وبروح عند مرات عمها واخدين شقه ومجوزه ابن التاني فين، واما اجي من عندها مرات عمي ما تعرفش تبقى تعمل فيا ايه، من حضن كده وتطبطب كده وهي صغيره وتمسك فيها وتعمل فيها كده. احباب الله صغار احباب الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. يا ست راح يا ست اليوم الاسود ده حاجه توجع القلوب. ما دخلتش علي والله، ما دخلت علي. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا دخلت علي ولا شفتها، ولا انا نفسي كنت اشوف. وبقيت ادعى الله واستجاب لي ان ترجع لي من المي وتقول لابونا اهو وتظهر له. وتقول لابونا فيكم فكر ان هي موجوده عند الست جوه وهي بتدور معاكم؟ لا يا بيه، لا ده هي بتدور معانا بعد ما ودتها وجات. يعني هي تخلصت منها الاول وبعد كده هي جت بعد ما ودتها الترعه، حدفتها الحدفه اللي انت حضرتك شفتها. أيوة. وجت تقول لي والله ما شفتها يا ولاد خالي، انا لسه جايه اول اكل سخن في ايدي وتعمل لي الاكل والمفاتيح جرى وكلت وخشت كلت هي وابني. هي خشت كلت هي وابني. ايه القسوه والغلظه اللي يعني تاكل ازاي؟ تغز على اللقمه ازاي؟ قطمت اللقمه ازاي؟ بلعتها ازاي؟ بلعت اللقمه ازاي؟ لا حول ولا قوه. احنا قعدنا 3 ايام الميه ما تخشش جوف على ما ظهرت لماس، وهي بقى ما اكلت ازاي؟ انا عايز اعرف هي اكلت ازاي، وهي ضغط على المعلقه ازاي؟ اكلت ازاي يا ابني؟ اكلت ازاي؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. قلوبنا عندكم. حسبنا الله ونعم الوكيل. واحنا كمان بنوجه حسبنا الله ونعم الوكيل. احمد خلاف، الرائد احمد خلاف رئيس مباحث الصمت، ربنا يبارك في حضرته. كشف اللغز طبعا بالتعاون مع ربنا يبارك في حضرته، رئيس الفرع، ربنا يبارك في حضرته يا رب. انا من قلبي بقول له كده ربنا يبارك في حضرته. كل الشكر لرجال الشرطه المصريه اللي هو جاب لي بنت ابني وحطيتها بايدي في التربه وعرفت مكانها. انا كنت لا قوه الا بالله. كنا هنتقطع لو ما ظهرتش، لو ما ظهرتش وجت لابوه بعد ما خلاص سلموا جايين يا قلب امهم، والناس كلها طلعت من الميه وجايين. واحد ابن حلال بص لقاه على وش الميه، كان فستانها فيه حاجات بتدوي كده في الحزام من ورا، شافها وهي مكفيه على وشها على الشاط جنب جدر شجره، والشجره دي كان فيها فرع كده الفستان شابك فيه وهي مشبوكه فيه عن ستة. يا قلبي ستها من جوه، يا قلبي ستها من جوه. تقولي ايه للمتهمه اللي عملت الفعل؟ اقول لها ناس لسه اشوف واقول لها عملت لك ايه؟ اذتك في ايه؟ باي ذنب قتلت؟ حدفتك بطوبه، شتمتك، ضربتك، حدفت ابنك، دلقت لك حاجه، كبت لك حاجه، كانت تقول. ولو اعرف انها عشان مكرونه كنت وديت لها شوال مكرونه في ضفر ناس. سرقت منكم كيسين مكرونه وقتلت من امها في قلب السوق، وقتلت البنت عشان امها حرقت قلب، وقالت ليها ووعدتها وصدقت ودبرت وخططت في ال20 يوم. قالت لها ايه؟ ودبرت، قالت لها راح احرق قلبك على عز ما عندك، وهي عز ما عندك. رماس اعز ما عند رشا. لا حول ولا قوه الا بالله. رماس اعز ما عند وصف روحه، يجي من الشغل كده بابا وتعزز على رجليه وتدعكله في ايده وتدعكله في دراعه كده. حبيب امه بقاء قدام لله وانا ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك. معنا برضه والدها في اول ظهور عبر موقع 24. يعني البقاء قدام لله. بقاء قدام. واقعة صعبة، واقعة مؤلمة بكل المقاييس. عندما تتجرد هذه السيدة بالفعل من أدنى معاني الرحمة،
وتقوم بفعل يعني تهز وجدان الشعب المصري كله عندما شاهد هذا الفيديو لسيدة تحمل فوق رأسها شكارة ثم تعود مرة أخرى وتقذفها داخل مياه الترعة. يعني أنا يعني الحقيقة مشاعرنا وقلوبنا كلها عندكم، وطبعا واقعة صعبة جدا عليكم. قول لي بقى، عرفت الخبر ازاي وتلقيتوه ازاي؟ والله أنا تلقيت الخبر أصلا أنا كنت طالع شغلي، صحيت زوجتي عشان تصحي العيال وولادي عشان يروحوا المدرسة، يعني اللي بيروح الحضانة واللي بيروح الأزهر. رماس الصغيرة؟ لا رماس ما كانش بتروح أي حاجة، فهي يعني سيبتها نايمة كعادتها، سيبتها نايمة على السرير عادتها وطلعت لشغلي. أنا راجل استرزاق على دراعي، ما حطيتش حاجة لدراعي، أجيب لهم اليومية بتاعتهم وأجي أكلهم وأشربهم. فطلعت شغلي، اشتغلت شوية واستأذنت الناس هناك في الشغل في متحوية، كان شغلي في متحوية هنا. فاستأذنت الناس في الشغل عشان خاطر ان انا اروح المشوار، الحق اروح المشوار بتاعي وارجع لهم تاني على طول. جيت لقيت امها مقابلاني، البسي يا بنتي بسرعه عشان خاطر ان انا هخلص المشوار بتاعي سريع سريع كده اهوت، ساعه زمن عشان خاطر ارجع شغل تاني اكمل شغل مع الناس. تمام. فبقول لها بنتك فين؟ انا مش شايف البنت خالص. البنت ساعه ما بتشوفني اصلا متعلقه بيا هتلاقيها تجري عليا وتنده لي او كده. ما لقيتش البنت خالص. قلت لي يمكن تكون في الشارع. ندهي قلب امه 3 ندهات. نزلت ادور في الشارع ما لقيتش البنت. يعني هي تدور من ناحيه وانا ادور من ناحيه ونادي، ومهما نادي ما فيش. لو ناديت نص نادها البنت كانت تيجي في حضن تترمى في حضن. ما لقيتش خالص البنت خالص. ما كدبتش. كانت موجوده جوه عند الست؟ كانت موجوده كانت في الوقت ده هي لسه ما طلعتش. كانت موجوده جوه عند الست. يا دوبك هو طلع بالتوك توك كده، طلع بالتوك توك كده وهي وراه طالعه في الكاميرا كده، وهي ورا منه على طول. يا دوبك اتلفت بالمكنه كده وهي كانت وراه طالعه. وقفت التوك توك، حتى التوك توك اللي وداها ضير من نفس المكان ورجع. انا ما اعرفش، الله اعلم هو معاها ولا مش معاها. اكيد طبعا هيتم الكشف عن هذه الامور بواسطه المباحث عندنا. انا ما اعرفش. اتفضل يا فندم. ناديت 3 نهات، ما امنت على النديه بتاعي، ما رضيتش تخرج بالبيت. يعني انا ما كنتش بس برضه ما كنتش هتعرفها. ربنا مش هيكشف الظن ولا نعلم الغيب. مش هنفتش كل واحده ماشيه في الشارع اللي هي شايله شكاره. ما كشفهاش الا ربنا سبحانه وتعالى. ادنى شك فيها والله ابدا لاخر لحظه يا بيه. ولا كنت اتصور اصلا هي تعمل كده عشان خاطر مكرونه ولا خلافات ولا ان كانت ضربتها في السوق ولا ما اعرف. زوجتي ما قالتليش اي حاجه الا ساعه الواقعه بالليل. ساعه الواقعه بالليل لا تعمل معاها يوم اختفاء رماس. يوم اختفاء رماس بالليل بداتوا تشكوا فيها. بأمر المباحث جت لما هي البنت اتكلمت بقى، مراته اتكلمت. مراته لما اتكلمت وحكت كل الشك بقى راح ليه. والناس اللي في الشارع قالوا فيه جبعتوا لنا واحنا بندور، قالوا فيه واحده طالعه من العزبه شايله شكاره على راسها في نفس التوقيت ده، في نفس الوقت بتاع رماس دي. هي ما خدتش فيها تلت ساعه، هي تلت ساعه بقى 10 بالدقيقه كانت طالعه بقى من هنا. 10 بالليل 10 بالصبح او 10 وربع. 10 يعني خدتها 9:30. 9:30 و5 ابننا جابها لحد الباب ورد تاني للشغل وراح بالمكنه بتاعته. ارجع 10 وتلت. راحت يا قلب ستها ردت تاني القضاه شقطتها. يعني ناس ناولين الجلد، دخلت الطفله تناولها الجلد. مين اللي قال لك معلومه المعلومه دي في الناس وقرايبها كمان ويقربوا لها، كانوا بيحملوا مؤاخذه عربيه سباق في الشارع وسامعينها وهي بتقول ليه. والست جرت، والست اللي جرتها على طول جنبها عشان هم كانوا في معاهم اصلا ما بيكلموهاش. سامعينها وبتقول لها تعالي يا ناس. قال احنا سمعناها بتقول بتنادي البيت، بس هم لو يعرفوا ان هي هتعمل فيها كده كانوا موتوه. وصوت واطي ناولين الجردل 3 مرات بتقول لها ناولين الجردل. فطبعا البت من على النيه بتاعتها وعلى الفطره غلبانه خالص، طفله بريئه ما ناولتها الحاجه ما تقعد جنبها كده ما تحسش بيه. ما فيش. جارتكم الست دي من زمان. بس للاسف مبهدله العزبه ومبهدله شباب العزبه. ان شاء الله تاخد جزائها. اسوأ الجرام، أسوأ الجرام للنبي حذر منهم أساسا. لا حول ولا قوة إلا بالله. من أنواع الجيران السوء. النبي صلى الله عليه وسلم بلغنا في الحديث الصحيح: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. من وصية النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصانا بجيراننا، ولكن للأسف في هذا التوقيت هذه السيدة تجردت بالفعل من كل
تقول لها ايه؟ اقول لها ايه؟ اقول لها حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. هي عملت لك ايه اصلا عشان تقتليها؟ ذنبها ايه تتقتل؟ لو كان في خلاف ما بينك وما بين والدتها، الطفله دي ذنبها ايه؟ يا ريت لو على- تقيس المقياس ده على نفسك او على اولادك او على بنتك او على ابنك، لا حول ولا قوة الا بالله. كان لا دي حول يرضيني ولا- الحق. انا بناشد من قلب محروق، من قلب اب موجوع، كل من يهم الامر في هذا الموضوع. كلنا كمان ثقة في قضائنا وفي شرطتنا وفي ونعم العدالة الناجزة. ونعم القضاء ونعم النزاهه في حقيقي- القضاء، حقيقي من فعلا. رجال مباحث السلطه لمديريه امن الغربيه، لكل الجهات المختصه اللي حضرت وساندتنا في التدوير على بنتي وتطليعها من الميه بعد دورهم 3 ايام. وجهودهم وشغلهم، والحمد لله تم على بس أكمل وجه. اشكرهم شكر والله كتير، شكر كبير. شكر من القلب، طالع من شكر قلب محروق من بقى وقلب مولع. سعادة الباشا لان أحمد. هي بنت دي كانت روحي وعقلي وكل حاجه في كل حياتي. حاجة في حياته والله. حرقت قلب فعلا يعني واختارت العيال الموجودين ونفذت. دول ما يبقوش هي زيها اختارت خالص. ونفذت، ما يبقوش زيها يا هددت ابني. هددت ونفذت، ونفذ. واختارت اعز ما الواحد ما هو فيه. قالت لا اعز ما عندك، وفعلا خدت اعز ما هو ما بعد عندك. القلب قلب. فعلا خدت اعز ما عندنا. اعز ما عندنا هي ريناس. اعز ما عندنا هي دي. كانت شايفاكم متعلقين بيها روحنا. هي بتشوفها في الشارع من سته. برضه معانا. عرفيني بنفسك يا فندم. أنا ستها حضرتك. قولي لنا الواقعة كانت عاملة معاكم ازاي كانت حلوة خالص معانا وكل حاجة. الست دي؟ اه ما كانش باين عليها أي حاجة خالص. كانت بتدور معاك وقت الواقعة؟ بتدور وواقفة معانا عادي. بس كان باين عليها الشكل، كان باين عليها خالص زي اللي عاملة وواقف بنص هدوء. مرتبك. ودخلت انا بيتها ودورت وفتحت له الدولاب. دخلت وفتحت لي ال4 دولار. بحثت جوه؟ شفتيش رماس؟ لا، كانت خدتها ومشيت. كانت هي تخلصت منها. كانت خدتها ومشيت وجرت. يعني هي رماس اختفت 9:30 و5 10 وتلت كانت خدتها كمان. خدتها ومشيت. خلصت عليها هي جايه على الساعه 2 كده. هي جايه على الساعه 2 كده، كانت بتدور معانا واقفه في وسطنا. ولما قلت لهم انا هدور بيت في الشارع، فتحت لي الدولاب وقالت لي تعالي دوري. بس انا عارفه ان هي خدتها بقى ومشيت وجت. لا حول ولا قوة. بس كانت عندنا رماس ده حاجه تانية يعني. ربنا يرحمها ويسامحها. متعلقين بها جامد جامد يعني. ان شاء الله تكون ذخر ليكم في الجنه لوالدها ووالدتها واسرتها. اللهم امين. ربنا يرحمها. حضرتك قلت لي ان انتوا حسب الله ونعم الوكيل فيه. لا بديل عن وصلوا القصاص. صوتنا لابعد الحدود. انا بطالب بالقصاص، بالقصاص بس القصاص العادل اللي يريح قلب اب. احنا مش عايزين اي حاجه. يريح قلب اب مكوي. اللي بره اطالب القلب باقصى عقوبه لها وهي الاعدام. اتوجع. ما اشوفهاش الا بالاعدام. كبدي بينزف يا بيه، كبدي بينزف من جوه. انا كبدي بينزف من جوه. انا حالتي زادت 4 مرات عن ان انا كنت فيه. والله العظيم حالتي زادت 4 مرات عن اللي كنت فيه. لا حول ولا قوة الا بالله. والله العظيم ماني قادره، ولا بعرف اكل، ولا عارف اشرب، ولا عارفه اخد. كل البيت متعلق به. كل البيت متعلق برماس. نقوم رماسه، بنصحى رماسه. ومن ساعه ما الفيديو نزل وانا ما انت جاي حضرتك وانا ماسكه التليفون وبعمل ايه؟ بجيبها طول النهار وطول الليل ماسكاها كده اجيب واحزن عليها وابكي لله. وربنا يصبر قلبكم. وابكي مانيش قادره. ربنا يصبر قلبكم مانيش قادره يا بيه والله. ربنا يجعلها ذخر ليكم في الجنه وربنا يعوض عليكم. ربنا ولا حول ولا قوة الا ربنا بالله. يخليك. انا من هنا من عزبة الخطيب حسام الخطيب التابع لمركز ودائرة السلطة بمحافظة الغربية، بوجه الشكر الحقيقي لكل الأجهزة الأمنية على رأسهم أحمد بيه خلاف رئيس مباحث السلطة على جهوده، والعقيد محمد صقر رئيس الفرع البحث الجنائي بزفتة والسلطة. شكرا جزيلا لحضراتكم متابعين ومشاهدين الكار24. كنت معاكم السيد عامر الصحفي بالموقع من هنا من هذه الجريمة الشنعاء. روينا مع حضراتكم تفاصيل اختفاء